هيامو هيو كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخوي سلم. المعذرة بس والله الفرحة لا توصف. اليوم عيد، فاليوم راح ندردش عن دوري ال16 الذي انتهى واعلن عن المتأهلين العمالقة لدوري الثمانية. يا جماعة لا نكثر بالكلام، الفرحة مليون، يلا نبش. الله على الرجال، رفعتوا الراس والله. المغرب جابت اتلتيكو مدريد سيميوني وتشيلسي مورينيو وانتر ميلان كونتي وخلطنهم وعملت قوة دفاعية 1000. شوط أول بالمختصر المغرب بنت بلوك قوي ورغم السيطرة الكاملة للإسبان ولكن بدون فائدة، وهذا الذي كنا نتوقعه لأن قوة الإسبان بالسيطرة على الكرة خرافية. وكمل الشوط الأول بالتعادل السلبي. بداية الشوط الثاني المغرب زادت عملت جدار ثاني وقفلت الدنيا على إسبانيا وما فيش دخول. كل اللاعبين حاربوا على قلب رجل واحد وتنتهي الأشواط الأساسية بالتعادل السلبي. الشوط الإضافي الأول جدار صمود ولا أروع من المنتخب المغربي، والشوط الثاني كان قلق مليون لكل المشجعين العرب بسبب الهجمات الخطيرة للإسبان، لكن الحمد لله مشت الدنيا سلامات. وبعدها بونو يصنع المجد ويتصدى لضربتين ترجيحية، وبالأخير أشرف حكيمي ضربة بانينكا ويهدي الفوز للمغرب. يا الله، فرحة عربية كاملة. ألف مبروك لأسود الأطلس. الساموراي الياباني بدأ المباراة بقوة، هكر المباراة وسيطر على الكرة أول 20 دقيقة، لكن بعدها ابن الإيش بدأ يشتغل هجمات على السريع. كان يريد يستغلوا قصر اللاعبين اليابانيين ويضربهم بالعرضيات، لكن الأمور مشيت بسلام. بعدها اليابانيين جمعوا تشاكرا وضغطوا على الكروات صح، وفي الدقيقة 45 يسجلوا هدف. والشوط الثاني دخل الكرواتيين حامين يريدوا التعادل وقد حصل وسجلوا هدف. بعدها الفريقين لعبوا بتخوف من الهجمات المرتدة وتستمر النتيجة لنهاية المباراة عشان يدخلوا أشواط إضافية. الشوط الأول كان واضح على الفريقين إنهم منتهيين، والشوط الثاني ماتوا رسميا وذهبت المباراة إلى ضربات الترجيح، وهنا تفوقت الخبرة على الحماس وتأهلت كرواتيا لدوري الثمانية. برازيلي واسمر برقصوا صم. 8 دقائق فقط هو الوقت الذي تحملته كوريا قبل ما يسجلوا البرازيليين أول هدف، طبعا عن طريق فينيسيوس. يوقفوا البرازيليين، لا والله 5 دقائق ضربة جزاء للبرازيليين، وبكل سهولة نيمار يثبت الحارس ويضرب على الهادئ. وبعدها الكوريين حاولوا كذا يناغشوا البرازيليين، طبعا اللاعبين البرازيليين عاقبوهم بهدف خرافي، حركات بركات ب1 2 3. شوفوا أكثر من 3 أهداف، خلاص ما عاد أقعد استمتع بالرابع. وانتهى الشوط الأول برباعية للبرازيل. الشوط الثاني خلاص البرازيليين قلبوها رقصة سامبا وكل واحد يظهر مهاراته، لكن بعد البهذلة الذي أكلتها كوريا ضروري هدف شرف كذا يعطوهم رحمة، وتنتهي المباراة بتأهل البرازيل لتقابل كرواتيا. أبرز ما حصل في مباراة البرتغال وسويسرا إن الدون كريستيانو في الاحتياط. البرتغال دخلت بدون أي كلام تريد الفوز، هجمات على السريع، وفي الدقيقة 18 هدف أول من بديل رونالدو راموش، ويسجل الهدف الثاني عن طريق بيبي براسية مثل ما المطرقة، وينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال. الشوط الثاني ما فيش كلام، دخلوا قتلوا سويسرا رسميا، هدف ثالث عن طريق بدل كريستيانو، والرابع سريعا عن طريق رافائيل، وبعدها سويسرا سجلت هدف شرف، ولكن بدل كريستيانو راموش يثبت انه اقوى خلف لافضل سلف ويسجل الخامس وأول هاتريك في البطولة، والسادس من لياو عشان يحفروا قبل سويسرا في قطر ويتأهلوا لمقابلة أسود أطلس.